البرلمان يا جماعة ليه دور مهم جدا ليك وليا وللمواطن البسيط واللي مش بسيط على فكرة. عارف يا ريس، في ناس كتير قوي ما يعرفوش دور البرلمان ايه، ولا عضو مجلس الشعب ده بيعمل لهم ايه ويدوا له صوتهم ليه. احنا عملنا تقرير وبصراحة يعني يا ريس كبرت في دماغي قوي قوي، وقلت اروح اقابل رئيس حزب. ونظرا طبعا ان اللوجو بتاع دريم معروف ويشرف اي مذيع ان هو يمسكه ويفتح باب ناس كتير قوي، بس اصريت ان انا احط صورتي على اللوجو عشان اقول انا علي بجام. عايز اقابل رئيس الحزب. فيها حاجه دي؟ مش انا مواطن مصري وليا حقوق دستوريه؟ مش عارف كل ما اقول الكلمه دي الناس تضحك، مش عارف ليه يا ريس؟ مش انا مواطن مصري وليا حقوق دستوريه؟ رحت اقابل رئيس حزب. تيجي نشوف حزب ايه وحصل معايا ايه ولقيته ولا لا. نطلع فاصل وهنرجع لكم. فاصل. ده كان يوم منيل يالا يا قلب. كمان عجبنا جميله. نام بقى انت بقى، نام. ربنا يعدي الحلقه دي على خير. احنا دلوقتي يا جماعه داخلين مقر حزب الوفد. حزب الوفد يعني اعرق الاحزاب المصريه اللي موجوده على الساحه المصريه. مش عارفين هيبقى موجود الدكتور سيد دلوقتي. السلام عليكم. مش تابع حاجه؟ لا معلش. داخلين لدكتور سيد البدوي. لا الدكتور مش جوه. مش جوه؟ ده ايه؟ مش جوه ليه؟ مش جوه. حضرتك مين طيب؟ انا مين؟ انا عضو في الحزب. طب انا داخل الدكتور سيد. الدكتور مش جوه ولازم يبقى فيه بس. طب دكتور وفيق الغيطاني. بس وقت التصوير. ايوه انت بتمنعه ليه الاول؟ انا عايز اعرف انت من امتى بتقف التصوير وحد بيتكلمني؟ امورني يا استاذ. عايز اعرف حضرتك داخل الدكتور السيد البدوي. انا علي بجامه. الدكتور مش جوه. اهلا وسهلا. طيب اي حد موجود من المساعدين؟ مفيش حد جوه. طب ومالك متحمل عليا كده ليه؟ انت داخل من يعني انا داخل حزب وبعدين انا مش داخل بيت. كاركتر وبيتقال ان السيد البدوي ما بيقفلش بابه لحد. مش قافل بابه بس برضو الكاركتر غريب. معلش انا عايز اتعرف بيك. انا علي بجامه. معلش يا بيه بس وقت. انا عايز اسال حضرتك بما انك مسؤول لحزب الوفد، يعني ايه احزاب؟ ونوجه المواطن العادي اللي ما يفهمش اي حاجه، وانت تعلم ان المواطن ما يعرفش اي حاجه عن السياسه. المشكلة ان احنا كنا في فترة طويلة قوي ما عندناش اي وعي سياسي وما عندناش اي مشاركة في اي حاجة. كان تقريبا شبه ممنوع، سواء حتى كانت احزاب كانت موجودة قايمة او غير قايمة. كانت معظم الاحزاب يعني لازم يتهمش دورها بتدخلاتها الامنية، فبالطبيعي المواطن كان كل اهتماماته ما تتعداش الاهلي والزمالك. في برنامج لحزب الوفد هيخوض بيه الانتخابات البرلمانيه القادمه؟ اكيد، وكان في برنامج الحزب موجود في 2011 خاض بيه الانتخابات بتاعت 2011 وخد بيها مركز ثالث على مستوى الاحزاب، وخد اول حزب مدني، وكان خد الانتخابات منفردا. اكيد حضرتك متابع النتائج دي طبعا. وطبعا في برنامج هيتعدل او هيبقى نفس البرنامج اللي كان موجود في 2011 حسب الظروف اللي موجوده. هنخوض بيه انتخابات 2014 ان شاء الله، وهيبقى على كل المقاعد باذن الله. كنا الآن في انتظار رئيس أعرق حزب في مصر، حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي، وكالعادة رحنا له من غير ميعاد فما لقيناهوش للأسف. نحن الآن أمام حزب الوفد، الحزب الذي أسسه سعد زغلول. وهنشوف رئيس الحزب دلوقتي هيكفل إيه للمصريين، طموحاته، أحلامه، برنامجه الحزبي. انتظرونا، نحن في انتظار هذا الرئيس.